يا رب، بقدرتك علي تب علي، وبحلمك علي اعف عني، وبعلمك بي ارفق بحالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد، اتمنى يا رب انه يعجبكم وينال رضاكم. عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكل حبايبي وكل اللي مشرفيني ومنوريني في القناة. ولو انتي اول مرة تشوفيني، انا سوسو ودي قناتي، اتمنى يا رب انها تعجبك وتشتركي عندي. ولو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك واشتراك في القناة. النهاردة فيديو كله رغاوي وكله نشاط وحيوية، فيلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. وقبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا بينا النهاردة يا بنات الفيديو كله في المطبخ، يومنا كله كده مع بعض نقضيه في المطبخ سوا، وهنغسل مواعين وهنشوف ايه اللي ورانا هنعمله مع بعض دلوقتي. اول حاجة بدأت بيها كده ان انا اغسل الكوبايات كده، وبعد كده على طول هبدأ ان انا اشطفها كده واحطها مكانها عشان تفضي معايا مكان وما احسش ان في زحمة في المطبخ. طبعا بنلم الرخامة كده وبنشوف عليها اي حاجة بنلمها، ولو في اي مواعين في التلاجة برضو بتاخديها معاكي، واي حاجة طبق فاضي او اي حاجة خلاص كده بتاخديها معاكي في المطبخ وبتغسليها عشان ميبقاش وراكي مواعين. بعد كده تخلصي المطبخ تلاقي ان التلاجة فيها اي بواقي كده اكل او اي حاجة محتاج ان تتشال. خلاص كده خلصت الكوبايات، وكمان بدأت كده ان انا اغسل الطبقة برضو معايا، نغسلهم كده مع بعض. وزي ما اتفقنا ومتعودين ان احنا بنشطف برضو اي حاجة من بواقي الاكل من المواعين بتاعتنا عشان لما نيجي نغسلهم، ولو في حاجة عايزة تتلين طبعا بنلينها مع بعض عشان لما نيجي نغسلهم سوا يبقى مفيش اي حاجة فيهم. تمام. ويتسهل علينا برضو وقفة المطبخ في الحر ده. فانتوا عاملين وحشتوني جدا جدا، وبحب اشكر كل حبايبي اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوة. شكرا ليكم على كل كلامكم الجميل، واهلا وسهلا بكل الناس اللي اشتركت عندي في القناة، نورتوني وشرفتوني. وجودكم في قناتي ده شرف ليا. تمام. يلا بينا نكمل كده مع بعض. خلاص كده خلصت الطبقة كده، فخلاص اخر حاجة هغسلها كده المعالق معاكم زي ما انتم شايفين. تمام. وبعد كده هبدأ ان انا اشطفهم كده. فقولولي يا بنات ايه الحاجات اللي انتوا حابين ان احنا نعملها مع بعض في الفيديوهات الجاية. عايزك تشاركوني في الكومنتات وتكتبولي ايه الحاجات اللي احنا عايزينها نعملها سوا، ايه الحاجات اللي انتم محتاجين ان احنا نضيفها كده مع بعض، تنظيف عميق مثلا. اكتبولي في الكومنتات وشاركوني، وقولولي برضو ايه الحاجات اللي انتوا نفسكم تعملوها دلوقتي. تمام. عاملين ايه بقى في الحر ده؟ الجو حر بشكل مش طبيعي وفرهضة، بس جيت لكم بقى في فيديو النهارده ده هيشجعكم جدا جدا. تمام كده. خلاص كده غسلت الطبق اللي باقية والمعالق وكل حاجة. خلاص كده اخر حاجة نشطفهم كده ونخليهم يصفوا على جنب، عشان اول ما يصفوا هحطهم في مكانهم على طول. تمام. اخر حاجة كده قربت ان انا اخلصهم، عشان لسه مع بعض هنغسل البوتاجاز وهنظبط الدنيا دلوقتي، هنخلي الدنيا زي الفل معايا. ففيديو النهارده هيعجبك قوي قوي. خلاص كده خلصت. يلا كده هغسل الحوض كده غسلة سريعة يعني، وبعد كده هغسل البوتاجاز معاكم دلوقتي. تمام. غسلة كده
للحوض، وهبدأ ان انا اشطفه بعد كده. فزي ما شفتوا المواعين مخدتش معانا وقت وخلصناها بسرعة. تمام، هبدأ كده اشطف كويس الحوض. وطبعا غسلت معايا برضو الحنفية كده برضو سريعا. تمام، هشطف كده من الصابون. تمام، يلا بينا بقى ندخل على المعركة الكبيرة. بدأت كده شلت الحوامل و كل حاجة بتاعة البوتاجاز والعيون وكله كده، حطيتهم كده يلينوا شوية. وهنا بدأت ان انا ارش سترس على البوتاجاز كده نفسه. اكتر عين عندي بايظة شوية، تحتاج دعك كتير. العين اللي في النص دي بتتحرق بسرعة جدا جدا يا بنات. حطيت لها كده سترس كده كويس، ورشيت برضو على الازاز عشان برضو بيبقى عليه دهون. تمام، هسيبه كده بتاع 10 دقايق كده ولا ربع ساعة لحد ما يتفاعل شوية. وطبعا هنا بدأت ان انا اغسل العيون بتاعة البوتاجاز. هنغسلها كده مع بعض دلوقتي. كان عليها دهون، هي بتتعك بسرعة جدا جدا للأسف. يعني من الحاجات اللي بتتعك بسرعة، لو انتي لسه غسلاها يعني يوم او اتنين تلاقيها ان الدعك التاني. فمفيش مشكلة، هنغسلها مع بعض وننضفهم. وهنخلي دلوقتي البوتاجاز يلمع من النظافة. فيلا كده قومي، لو البوتاجاز بتاعك محتاج انه يتنضف نضفيه معايا ونتشجع كده مع بعض. تمام كده، بدأت ان انا زي ما شايفين اغسل كده العيون، وهظبطهم كده دلوقتي. طبعا اغسل الاتنين كده نغسلهم وننضفهم مع بعض. خلاص كده اخر حاجة دي. اللي هي العين الصغيرة هغسلها، وبعد كده على طول هبدأ ان انا اشطفهم. بغسل كل حاجة كويس. طبعا حطيتهم في مية سخنة وكربونات وشوية خل، ولو عندك ليمونة اعصري عليهم ليمونة وسيبيهم شوية. طبعا هينضفوا معاكي بكل سهولة. تمام، خلاص كده. العين دي كانت عايزة دعك شوية، فدعكتها كده. وبعد كده هبدأ على طول ان انا اشطفهم زي ما انتوا شايفين. وهركن بقى على جنب. بصوا بوريكم ان نطفت وبقت زي الفل. خلاص كده رجعت جديدة معايا زي ما انتوا شايفين. خلاص كده شطفتهم كلهم من الصابون كويس. هبدأ ان احنا اغسل دول كمان. طبعا انا برضو هغسل الحوامل بتاعة البوتاجاز، بس مش هجيبها معاكم عشان مطولش بس عليكم الفيديو. تمام،
فنغسل دول كده مع بعض بتاعة العيون. فما تنسونيش يا بنات لو الفيديو عجبكم وتشجعتوا منه تعملوا لايكات كتير قوي قوي على الفيديو ده، وهستنى كومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني وبتحفزني ان انا انزل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله. خلاص كده خلصت برضو، هبدأ ان انا اشطف. بصوا نطفت ازاي، بقت زي الفل. تمام، يلا بقى بينا نغسل البوتاجاز كده مع بعض. هبدأ اول حاجة اغسلها ايه، الازاز كده زي ما انتم شايفين. تمام، هغسله طبعا كويس من ورا وقدام وكله. بس انا غسلته معاكم من قدام بس، وبعد كده هجيب الفوطة كده وهبدأ ان انا امسح كل الصابون بفوطة تكون قطن. تمام، عشان الازاز ميشبرش معاكي. تمام كده الازاز بقى معايا نضيف وزي الفل. يلا بينا بقى نغسل البوتاجاز نفسه كده. هبدأ ان انا اغسله كويس. عشان ينضف معايا ويبقى زي الفل. تمام، هغسله من كل الجوانب كده. هوريكم دلوقتي يا بنات هيبقى شكله عامل ازاي، هيبقى فله. يلا بقى قومي ست الكل وتشجعي معايا وخلصي اللي وراكي، ولو وراكي شوية مواعين قومي اغسليهم. وراكي بوتاجاز، وراكي اي حاجة محتاجة تتغسل في المطبخ، فقومي كده وتشجعي معايا واغسليها. خلاص كده انا غسلته، همسحه كده مع نفسي. بصوا ايه رأيكم بقى في البوتاجاز بعد ما مسحته وحطيت كده الحوامل والعيون؟ بصوا الازاز بقى منور نضف كده وبقى زي الفل معايا. وكمان غسلت الازاز بتاع الفرن. بصوا شكل المطبخ بعد ما خلصته بقى زي الفل. فده كان روتين النهاردة ويومي. يا رب يكون عجبكم واستمتعتوا بيه. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وكومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني. مع ألف سلامة.